من اهم مواصفات المدير الليدر الناجح انه يكون بيعرف يعمل ديليجيشن يعني ايه؟ يعني تفويض صلاحيات او تفويض مهام للتيم اللي معاك. طيب هل بقى انا بفوض للتيم كل حاجه؟ لا، علشان تكون بتعمل ديليجيشن صح لازم تكون بتفوض للتيم بتاعك كل حاجه انت بتعرف تعملها، مش كل حاجه ما بتعرفش تعملها. قيمتك الحقيقيه في انك تعلم التيم بتاعك ازاي يعمل الحاجه اللي انت شاطر فيها، وبالتالي تبقى انت بتتابع ادائهم فتحسنه، ويبقى عندك وقت فاضي اكبر تتعلم الحاجه اللي انت ما بتعرفش تعملها. فبالتالي بقت زي البروسيس ان واوت. الان ان انت بتتعلم حاجات جديده عشان تعرف تعملها، وبعدين الاوت تعلمها للتيم بتاعك علشان تبقى انت فاضي فتتعلم حاجه جديده. فبالتالي طول الوقت يبقى عندك نيو بروجكتس ونيو تاسكس ونيو نوليدج للتيم ولنفسك، وبالتالي يبقى الانتاجيه هتزيد اضعاف. يبقى انت الفوكس بتاعك على ازاي تحسن البرودكتيفيتي، مش ازاي تزود الكوانتيتي بتاعت الانتاج. لا، انت راجل بتفكر في الكواليتي، والتيم بتاعك بيتعلم وبينفذ الكوانتيتي المطلوبه.